قضيتين والضحيتين طلبوا المساعدة، لكن مفيش حد نجدهم. قبل ما نبتدي أحب أشكر المشتركين الجداد والقدام، ولو عندكم تعليق ياريت تتفضلوا وتشاركونا برأيكم، وياريت تقولولي من أي بلد بتتابعوني. كنت عايزة أعرف أكتر بلد بتتابعني إيه، عشان ناوية أعمل إعلان على القناة بتاعتي. وشكرا ليكم. الكل صدق المجرم وكذب الضحية، حتى الشرطة ما حققت في الموضوع ظلموها واتجاهلوا حاجات كتير كان المفروض يعملوها، لكنهم عشان تغافلوا عن حاجات كتير معرفش ليه القضية فضلت باردة لمدة 30 سنة. ولولا الأم اللي فضلت ورا القضية 10 سنين عشان تحرك الضباط إنهم يشتغلوا وادتهم المعلومات اللي المفروض هم اللي يجمعوها، ما كانتش اتحلت وما كانتش عرفت فين بنتها. واللي شدني في القضية دي تأثير السوشيال ميديا، قد ايه تأثيرها أثر في مسار القضية دي وضغط على الشرطة عشان يتحركوا. في سنة 1989 11 مارس في بلدة فيلمور في هاملتون ميشيغان اختفت أندريان بومان من بيت عيلتها بالتبني، دينيس بومان وبريندا بومان. يومها اتصل دينيس أبوها بالتبني بالطوارئ وبلغهم إنه بنته هربت من البيت بعد ما سرقت $100 من محفظته ومحفظة مراته. الشرطة بطبيعة الحال راحت البيت عشان تسأل الأب وتاخد منه المعلومات اللي تساعدهم في التحري عن مكان البنت. قال لهم إن بنته متمردة عنيدة صعب السيطرة عليها، وإنها قبل كده عملتها، وإنها سابت البيت وهربت بس رجعت على طول. هي دايما بتعمل مشاكل وبتسيب البيت، وإن بنته دايما بتعمل مشاكل وبتسيب البيت، بس المرة اللي فاتت رجعت على طول، بس المرة دي شكلها مش راجعة، وده لأنها سرقت $100 وكمان أخدت هدومها معاها. مراته وأمها بالتبني ما كانتش موجودة في البيت، فما عندهاش فكرة البنت عملت ايه ولا راحت فين، وحتى الأب ما يعرفش بنته راحت فين. عشان كده الشرطة ما استجوبتش الأم لأنها ما كانتش موجودة ساعة ما البنت هربت. الضباط فتشوا البيت عشان يتأكدوا من كلام الأب وإن مفيش مشاكل ما بينهم وإن هي هربت بمزاجها. ما كانش فيه أي أثر لعراك في البيت، وإن البيت كل حاجة طبيعي وكل حاجة في مكانها، فتأكدوا إن هو فعلا صادق في اللي هو بيقوله. وانفتح بلاغ عن شخص مفقود، ولأنها هربت بمزاجها وإن هي سبق لها إن هي هربت، القضية ما كانتش ذو أهمية بالنسبة للضباط، وتصنف بإنها أقل أهمية بالمقارنة بالقضايا التانية، يعني بيسيبوها في الآخر. وحطوا صورتها في نشرة ضمن صور الأشخاص المفقودة، وتحت الصورة نبذة عن ملامحها وعمرها وإمتى اختفت ومكان اختفائها. ووزعوا المنشورات عن الأشخاص المفقودة في الأماكن اللي بتكتر فيها الناس، فيها تجمعات زي المدارس ومكاتب البريد ومحطات البنزين، ودوروا عليها في الأماكن المعروفة. المراهقين لما بيهربوا بيروحوا لها. الشرطة ما عندهمش غير الأب اللي عنده معلومات عنها واللي تقدر تفيدهم في الوصول لأندريا. كان بيجاوب على كل معلومة بيحتاجوا يعرفوها. عدى شهر على اختفائها والشرطة ما وصلتش لأي نتيجة ولا خيط يوصلهم لمكان وجودها. عشان كده توسعوا في البحث، واتحدت شرطة ولاية ميشيغان مع مقاطعة أليجان إن هم يدوروا عليها، ودوروا في الأماكن المهجورة وتواصلوا مع الشرطة الموجودة في الولايات اللي جنبيهم، لكن ما كانش لها أي أثر، لأنهم عرفوا إن هي دايما بتسيب البيت ومتمردة وبتعمل مشاكل، ففي احتمال كبير إن هي ارتكبت جريمة. عشان كده دوروا في سجل المتهمين المحفوظ في المركز الوطني لمعلومات الجريمة، يشوفوا إذا كان اسمها موجود ولا لأ، وإذا كانت هي متورطة في جريمة ولا لأ، لكن ما لقوش اسمها موجود. لما طالت المدة ومفيش أي أثر لها، في بعض المحققين فكروا إن هي ممكن ما تكونش هربت، وإن ممكن يكون حصل لها حاجة،
ليه أخدوا كلام الأب على محمل الصدق؟ وليه ما اشتبهوش فيه؟ وليه ما حققوش معاه؟ وبناء على الشكوك دي فتشوا البيت، بس ما لقوش أي دليل على جريمة أو أي أثر لها، واتلغت فكرة إن ممكن يكون حصل لها حاجة وإنها فعلا هربت. الغريب في القضية دي واللي مش مفهوم ليه إن الشرطة سألت بس الأب. المعلومات اللي عندهم كلها جاية من عند الأب، محدش دور ورا حياة البنت دي، إذا عندها مشاكل، إذا حياتها كويسة مع العيلة اللي هي اتبنتها، اشتكت من حاجة، مصاحبة حد. يدوروا في حياتها عشان يفهموا هي ليه مشت من البيت لو هي مشت بإرادتها. لكن هم أخدوا كلام الأب كلام مسلم. كل اللي عملوه إن هم دوروا ورا الأماكن اللي بيهربوا فيها المراهقين، اللي هم الشلل، اللي هم الفاسدين، على أساس إن هي منحرفة، ومحدش خطر على باله إن هي ممكن تكون ضحية مغلوب على أمرها. عندها 14 سنة متقدرش تعمل أي حاجة. كل اللي عملته إن هي اشتكت المدرسة والمامتها بالتبني. اشتكت مليون ألف مرة، سنين وهي بتشتكي من معاملة الأب المنحرف. لو دوروا في تاريخه هيعرفوا إن هو مجرم، سبق إن هو اتحبس بسبب جريمة عملها في سنة 1980، 9 سنين قبل ما تختفي البنت. وده لأنه زق مراهقة كانت على العجلة بتاعتها، ضرب الرصاص ناحيتها عشان يشل حركتها ويرعبها ويقدر يسيطر عليها. كان عايز يعتدي عليها، واتحكم عليه بالسجن من 5 ل10 سنين، قضى منهم 6 سنين. خرج بعدها، كان ساعتها في 1986، يعني 3 سنين قبل ما تختفي أندريا. والمصيبة والكارثة واللي مش مفهومة ليه وكأن العالم اتحد ضدها إن هي كانت موجودة في البيت. كانت ساعتها عندها 11 سنة، كان متبنيها قبل ما يخش السجن، ومحدش من المؤسسات المسؤولة عن رعاية الطفل أو حمايته إن هم ياخدوها منه. إزاي مجرم سلوكه منحرف يسيبوا بنت معاه؟ وبدل ما يحموها منه، لأ ده كافئوا المجرم وسابوله بنت لا حول لها ولا قوة. واللي يقهر أكتر إنها اشتكت، وما اشتكتش مرة ولا 2، دي سنين وبتشتكي. تشتكي للمدرسة، بتشتكي لأمها بالتبني، إن حد يصدقها، حد يقف معاها، أو حتى يتأكد من كلامها وبيخلي مسؤوليته ويبلغ الشرطة. لكن مفيش حد عمل كده. الكل مقتنع إن هي لسه صغيرة وإن هي ممكن بتكذب، وده لأنه كان ظاهر بمظهر الرجل المحترم، عمره ما صدر منه حاجة تخليهم يشكوا في تصرفاته. أنا متصورة إحساسها إن هي اتقهرت أكتر من اللي حواليها، من اللي هم ما صدقوهاش، أكتر من اللي هو بيعملوا فيها. واللي حصل يوميها مش إنها هربت زي ما هو قال. يوم 11 مارس كانت جابت آخرها خلاص، مش قادرة تستحمل. فكرت إنها تهدده وتفهمه إن هي مش هتسكت، يمكن يتراجع. لكن طبعا النتيجة كانت عكسية. قالت له إن لغاية كده وكفاية، مش هسمح لك تأذيني بعد كده، وإن هي هتسيب البيت، وإن هي هتبلغ عنه. طبعا سمع الكلمتين دول وراح ضاربها. الضربة خلتها تقع من على السلم، نزلت ما حطتش منطق، ما كانتش بتتنفس. لما حس إن هي ما بتتنفس وإن هي ماتت، بدل ما يتصل بالإسعاف ويحاول ينقذوها، كل اللي عمله إن هو أخفى جريمته، قطعها وحطها في برميل معدن، دفنها في جنينة البيت، الجنينة اللي من ورا. وبعد ما عدى سنين والشرطة ما قدرتش توصل لأي حاجة تدلهم على مكانها، القضية أصبحت باردة، ملف من ضمن الملفات محطوطة في الدرج، ولو حصل جديد يطلعوا الملف، ما فيش جديد خلاص. لكن حد يفكر إن هي ممكن ما تكونش هربانة أو إن حصل لها حاجة؟ لأ. أما المجرم فعايش حياته، عزل من البيت، نقل لبيت تاني. عمل إيه بقى؟ حفر، طلع البرميل اللي فيه جثة بنته وأخده معاه،
ودفنه في جنينة البيت الجديد، الجنينة اللي ورا البيت. وفي 99 بعد 10 سنين من اختفاء أندريا اتقبض عليه تاني، وده لأنه تهجم على بيت أحد زميلاته، دخل البيت وسرق هدومها الداخلية، وصدر حكم ضده بجريمتين، جريمة اقتحام وجريمة سرقة، بس حكم من غير حبس، تهمة مضافة سجله الإجرامي. وصلنا لسنة 2000، أمها البيولوجية اسمها كاسي هتلعب دور ضخم، على الرغم إن هي اتخلت عنها وهي صغيرة مش عارفين ليه، لكن بسببها هتتحل القضية. في 2010 يعني بعد 11 سنة وصلت للأم رسالة عرفت منها إن بنتها مختفية، اللي ما تعرفش عنها حاجة من ساعة ما ولدتها، لا تعرف العيلة اللي راحت لها ولا البنت بتعمل ايه ولا أي حاجة ولا حتى شكلها ايه. بس فجأة صحت الأمومة اللي جواها وبدأت تدور على النت عن أي خبر عن بنتها. عرفت من موقع شرطة ولاية ميشيغان إن بنتها مفقودة، وإن في ملف باسمها اللي كان فيه صورة لها، صورة من المدرسة، صورة في سنة 88 اتصورتها وهي في المدرسة، ودي كانت أول مرة تشوف بنتها، تتعرف على شكلها. الصورة كانت لما كان عمرها 13 سنة، كانت تشبهها. ولما اتأكدت من اختفاء بنتها عملت صفحة على الفيسبوك سمتها Find Andrea أو لاقي أندريا، ونزلت بوست عن بنتها وإن هي مختفية وإن هي بتدور عليها. الصفحة لقت تفاعل من ناس كتير، والكل بدأ يشير صفحتها اللي وصلت لأصحاب أندريا وجيرانها، وفي نفس الوقت كانت دايما بتتصل بالشرطة وتتابع معاهم، عايزة تحرك القضية بدل ما هي باردة، عايزة توصل لبنتها. أصحاب أندريا وجيرانها تواصلوا معاها وقعدت تجمع منهم معلومات عن بنتها، وعن طريق المعلومات اللي وصلتها من الجيران والأهل والأصحاب قدرت ترسم صورة لحياة بنتها. عملت شغل المحققين اللي كان المفروض هم اللي يعملوه، جمعت كل المعلومات اللي بسبب المعلومات دي قدرت توصل للحقيقة. وعن طريق التحريات والبحث وصلت لشخص بيساعد الناس من غير مقابل، محقق هاوي متخصص في البحث في قضايا الأشخاص المفقودة، كان بيساعد العائلات اللي عندهم أشخاص مفقودين في أوقات فراغه، اسمه كوبرمان. واعتمد على المعلومات اللي جمعتها الأم من الأصحاب والأهل والجيران، وما فكرش ياخد معلومة من الشرطة اللي هي كانت كلها مضللة لأنها كانت من المجرم، وده لأنهم شافوا إن الشرطة تغاضوا عن تفاصيل كتير أو قللوا من قيمتها، شافوا إن هي مش مهمة. عملوا ملف بالمعلومات اللي هم جمعوها، دراسة كاملة لحياة أندريا، وراحوا للشرطة قدموا لهم المعلومات دي، لكن الشرطة ما اهتمتش، شايفين إن البنت هربت بمزاجها، محدش أجبرها ومفيش جريمة حصلت. حاولوا كتير معاهم كذا مرة يروحوا لهم على مدار سنين، 10 سنين الأم بتكافح مع الشرطة عشان يعيدوا فتح القضية، لكن لا حياة اللي مات تنادي. اللي نفعها تاني الفيسبوك، لأنه عمل ضغط على الشرطة، ده لأن الناس اتفاعلت مع القضية ومع الأم المكلومة، ووسائل الإعلام الكل تعاونوا ضد الشرطة، ضغطوا عليهم عشان يعيدوا فتح القضية. واللي كان بقى النقطة الفاصلة في الموضوع الأب المجرم اللي اتقبض عليه رابع. في 22 نوفمبر 2019 اتقبض على المجرم دينيس بومان الأب في ولاية فرجينيا، وده بسبب قضية قديمة حصلت من 40 سنة. جريمة حصلت في 1980 في فرجينيا، واحدة اسمها كاسلين دويل 25 سنة، زوجة طيار، لقوها معتدي عليها ومقتولة في شقتها. القضية كانت باردة لمدة 40 سنة، وبسبب تطور الحمض النووي قدروا يوصلوا للمجرم، وده لأنهم كانوا محتفظين بالأدلة اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة تطابقت مع الحمض النووي للمجرم دينيس بومان. وبسبب خبر القبض عليه
شرطة مقاطعة أليجان وشرطة ميشيغان عادوا فتح قضية أندريا، وخصوصا التحقيق اللي عملته الأم مع المحقق الخاص والمعلومات اللي جمعتها اللي كانت لها أهمية كبيرة في حل القضية. والمحقق اللي كان ماسك قضية أندريا راح له السجن يحقق معاه رسمي. كان ساعتها اتحكم عليه في قضية قتل كاثلين دويل، حكم عليه بالسجن المؤبد. وهو في السجن اتصل باللي كانت مراته واللي كانت متبنية أندريا، وحكى لها على اللي حصل يوم 11 مارس يوم الجريمة. حكى لها إن أندريا يومها هددته إن هي هتفضحه وهتبلغ عنه، واعترف لها قال لها إن هو لما سمع الكلام ده ضربها، وإن هي وقعت من على السلم وماتت. طبعا المكالمات كلها بتبقى متسجلة، وسمعوا اعترافاته وسمعوا فين هو دفنها. عرفوا إن هو دفنها في جنينة البيت. راحوا البيت، كان في فبراير 2020، يعني بعد 31 سنة من ارتكابه للجريمة. مهما طالت المدة مسير الحق يرجع والمجرم ياخد عقابه. حفروا في الجنينة وطلعوا البرميل ولقوا رفات أندريا، بس برضه عشان يتأكدوا إن هي أندريا أخدوا عينة من الحمض النووي من الرفات وقارنوها بعينة الحمض النووي بتاع أمها اللي طلعت متطابقة، وبكده رسميا لقوا أندريا واتهم بجريمة القتل. طليقته كانت شاهدة عليه في المحكمة وقالت لهم كل الكلام اللي قاله لها في تسجيل المكالمة اللي كانت في السجن. المحاكمة كانت في 2021، وقالت إن أندريا ياما اشتكت لها بس هي ما كانتش مصدقاها. الأم كاثي بعد ما وصل لها خبر وفاة بنتها قالت إن هي كانت حاسة، وبالذات لما عرفت إن بنتها اشتكت كذا مرة من معاملة دينيس لها واعتدائه عليها، وإنها كانت بتحاول تلاقي حد يصدقها ويساعدها، وكانت حاسة إن دينيس المجرم هيتخلص من جريمته. في 2020 اتهم ب4 تهم في قضية أندريا وتهمتين في قضية كاثلين. ال4 تهم: القتل العمد من الدرجة الأولى، والقتل أثناء ارتكاب جناية الاعتداء، وإساءة معاملة صغار السن، وتشويه جثة. في 22 ديسمبر 2021 اعترف إنه مذنب بجريمة قتل من الدرجة التانية. وفي يوم النطق بالحكم الأم كاثي كانت موجودة في قاعة المحكمة. اتحكم عليه بالسجن ما بين 35 و50 سنة بالإضافة للمؤبد في قضية كاسلي. اتعمل عن القضية دي فيلم وثائقي على نتفليكس. المخرج اللي عمل الفيلم الوثائقي رايان وايت قال إن هو متأكد إن في ضحايا تانيين، وإن أندريا وكاثين مش دول بس ضحايا. الفيلم الوثائقي صدر في 2024، نزلوه على جزئين، كان اسمه في قلب النار والابنة المفقودة. قضية تقهر، واللي يقهر أكتر إن هي اتظلمت، كدبوها وما صدقوهاش ومحدش ساعدها ولا نصفها. حاولت بكل ما تقدر إن هي تنجح لكن ما قدرتش. قضية النهاردة بجد تقهر، مش عشان بشاعة الجريمة، عشان الشرطة اللي اتخلت عن الضحية، على الرغم إن الضحية اتصلت بنفسها واستنجدت بيهم وقالت لهم حبيبي السابق عندي في البيت وبيضربني وعايز يقتلني، واديتهم العنوان. وبعدين الخط اتقطع. المفروض بعد كل ده الشرطة تحس بأهمية البلاغ وإن في واحدة حياتها في خطر، لكن للأسف مش ده اللي حصل. وده لأن شرطة الطوارئ بتصنف المكالمات على حسب درجة أهميتها، ففي مكالمات بتكون على درجة كبيرة من الأهمية، ودي بيحطوها من ضمن أولوياتهم الأولى، اللي بتكون فيها الضحية مهددة تهديد مباشر بالقتل. وفي الحالة دي الضباط بيكون في حالة طوارئ، بيكونوا في المكان بأسرع ما يمكن، وبيشغلوا السيرين عشان الشوارع تفضلهم والعربيات يفضلوا من المكان.
وبيكونوا في مسرح الجريمة في أسرع ما يكون. وفي مكالمات بيصنفوها إن هي بتكون على درجة تانية من الأهمية، بتكون مهمة بس مش زي درجة الأهمية بتاعة الأولوية الأولى. وفي مكالمات بيصنفوها إن هي من الأولوية التالتة، يعني مش بالدرجة الأهمية بتاعة الأولى والتانية، يعني بيروحوا لها بعد ما يكونوا خلصوا الأهم اللي هي الأولى والتانية، فبيروحوا لهم بقى بعد ما يفضوا، أيا كان بقى فاضوا إمتى. أنا افتكرت الحالات اللي بتصنف من الأولوية التالتة هي الحالة اللي بتكون فعلا تمت الجريمة وإن هما بيبدوا عليهم الأحياء، دي من الأولويات بالنسبة لهم إن هما ينقذوا الأرواح. وبعد كده بقى اللي ماتت ديت يروحوا لها بعدين. ده اللي كان في بالي. اتضح لأ، لأن هما صنفوا المكالمة اللي جات لهم من الضحية اللي بتستنجد بيهم وهي كانت ما بين الحياة والموت، دي اعتبروها من الدرجة التالتة، يعني ممكن تستنى. يعني هي اتصلت وبتستنجد بيهم وشرحت لهم الوضع وهو هيقتلها وموجود عندها في البيت، دي صنفوها من الدرجة التالتة، ممكن تستنى. معرفش بيفكروا ازاي ولا في ايه بالظبط، بس ده اللي حصل. راحوا لها امتى؟ راحوا لها بعد 3 ساعات من المكالمة، كانت خلصت طبعا. يعني المجرم لو كان طلب منهم ان هم يتأخروا ما كانوش اتأخروا كل ده. وتفتكروا بعد ما وصلوا المكان بعد 3 ساعات واكتشفوا ان هي اتقتلت بدأوا شغلهم وبدأوا يحققوا في الجريمة؟ لا، وده لأنها لما اتصلت بيهم اديتهم العنوان بس ما لحقتش تديهم رقم الشقة، وده لأن في وسط المكالمة وهي بتتكلم المجرم خطف منها التليفون ورماه والخط اتقطع، فما لحقتش تديهم رقم الشقة. فلما راحوا المبنى بعد 3 ساعات ما قدروش يوصلوا لشقتها، وده لأنها ساكنة في عمارة فيها 200 شقة، هي كانت في الدور ال22. الشرطة عجزت إن هي توصل لرقم الشقة. سبحان الله، يعني الشرطة في المبنى لكن عجزوا إن هم يوصلوا لشقتها. الشرطة معرفتش توصل الشقة، يعني ما قدروش يسألوا الجيران، ما قدروش يسألوا الشركة المسؤولة عن العمارة يسألوا على رقم الشقة اللي هي ساكنة فيه، ما قدروش يطلعوا بياناتها من رقم تليفونها اللي بيظهر اوتوماتيك للطوارئ من أي حد بيتصل بيهم. تحس إن هم راحوا المبنى بعد 3 ساعات تأدية واجب، يمكن سألوا حد في الشارع ماشي ولا حاجة، ولما معرفوش مشوا على طول. تخيلوا، مشوا. فكرني فيلم بتاع زمان أيام أفلام الأبيض وأسود في الخمسينات تقريبا، بيبين قد إيه الشرطة بتهتم بأرواح الناس. أما جاله بلاغ من الصيدلي إن هو غلط في تركيبة الدواء وخايف إن الدواء يوصل له، اللي هو عماد حمدي اللي بعت بنته عشان تجيب الدواء، والصيدلي اللي غلط في تركيبة الدواء. فالشرطة وقفت الإذاعة وعملت نشرة وقلبت الدنيا عشان توصله عشان تلحقه قبل ما يحصل حاجة ويموت. وما كانوش يعرفوا غير الحي اللي هو ساكن فيه، ولا فيها كان ساعتها موبايلات، ولا يعرفوا المبنى، ما يعرفوش غير اسمه اللي كان اسمه متشابه مع أسامي كتير والحي اللي هو ساكن فيه، وقدروا يوصلوا له. والشرطة في القضية دي في المبنى وما قدروش يوصلوا للشقة اللي هي فيها. وتفتكروا الشرطة دي كانت في أي بلد؟ في استراليا، ليفربول، سيدني. الجريمة حصلت في الشقة في الدور ال22 في 26 مايو 2023. الضحية بتتصل بالطوارئ 000 بتبلغ إن حبيبها السابق موجود معاها في الشقة، وإن هو بيضربها وهيقتلها، وإن هو بيسرق فلوسها، وإن هي ساكنة في 10 شارع نورث ليفربول. الضحية اسمها تاتيانا دوكوتارو، عندها 34 سنة، كندية وعايشة في استراليا. لما كان عمرها 23 سنة في عام 2012 قررت إن هي تسافر وتعيش في استراليا. هي بتشتغل في مجال التسويق، بتبيع تقاليد التصميمات العالمية على الفيسبوك وعلى الانستجرام. كانت معروفة وزباينها كتير، كان كل الفلوس اللي بتكسبها بتحوشها وبتحطها في البيت عندها. اتعرفت على حبيبها ده اللي أصغر منها ب4 سنين، اسمه داني زايد.
من اسمه ممكن يكون من أصول عربية بس ما قالوش أصله منين. كانت محوشة في البيت من شغلها 130,000 دولار استرليني. معرفش ايه الفكرة ان هي تسيب الفلوس دي كلها في البيت. هل عشان تتهرب من الضرايب؟ الله أعلم. سنين كانت على علاقة معاه، وكل السنين دي كان بيضربها وبيشتمها وبيسحلها وبيعمل فيها اللي ما يعمل، وساكتة وصابرة معرفش ليه. وما كانتش بتقول لحد ولا حتى أهلها. اللي كان بيشوفها كان بيتخض من شكلها. لما كانوا بيسألوها ايه اللي حصل لك، مرة تقول لهم حادثة عربية، مرة تقول لهم أنا اتكعبلت في المكنسة ووقعت. طبعا ما حدش بيصدق الكلام ده لأن وشها كان ملعوب فيه. كان واضح إن هي مضروبة، دي مش حادثة عربية ولا وقعة، هتشوفوا المنظر. أما هو بقى كان بيتصل ياخد أجازة عشان يقعد مع صاحبته اللي مش قادرة تتحرك بعد ما وقعت من السلم. هو كان شغال عامل بنا سنين على الحال ده، بتتضرب وساكتة. لكن في إبريل 2023 فاض بيها وبدأت تفضفض لصاحبتها إريانا. قالت لها امبارح سحبني من شعري وضربني وبصق عليا أكتر من 20 مرة. هو ادعى بعد كده إن هو كان بيغير عليها، وده لأنه مرة شاف تليفونها ولقاها بتتكلم رجالة، ده السبب إن هو سحبها من شعرها وضربها. بس يعني لو لقيتها بتتكلم رجالة طب ما تسيبها وتمشي. ولو هي فعلا بتكلم رجالة كانت استحملت عيشتها معاك ليه؟ يعني أكيد في حاجة غلط، أكيد اللي هو بيقوله ده كذب. وحكت لصاحبتها إن هي حاولت تقاومه وحاولت تطلب الشرطة، لكنه أخد التليفون منها ورماه وهددها إنه هيقتلها لو بلغت عنه. ودي ما كانتش المرة الأولى اللي تشتكي فيها لصاحبتها، لأن بعد 3 أسابيع بعتت لها رسالة قالت لها إن هي كانت هتموت في إيديه، وإنه كان بيخنقها لدرجة إن زورها التهب وورم ومش قادرة تبلع، وإن هي بالعافية قادرة تتنفس. وصورت شكلها ده فيديو وبعتته لأمها. شفت قبل كده الناس اللي بيلعبوا ملاكمة وشهم بيبقى شكله إيه؟ هي كده بالظبط. وكمان كان في صوابع معلمة على رقبتها من كتر ما كان بيضغط عليها. دراعها ما كانتش عارفة تحركه، كانت حاسة إن في كسر في ضلوعها. وسنة قبل المكالمة وقبل ما يقتلها كانت أخدت عليه أمر تقييدي ما يقربش منها خالص. بس ده فرق معاه؟ ما فرقش طبعا. أكيد عارف إن الشرطة مش هتعمل له حاجة، ما اللي يخلي الشرطة تتخلى عنها وهي بتستنجد بيها بين الحياة والموت أكيد مش هتعمل له حاجة. وقتها هي سافرت لكندا تشوف أهلها، راح متصل بيها قعد يصرخ ويشتم ويهدد إن هو هيقتلها لو هي ما رجعتش. صوته كان عالي لدرجة إن اللي حواليها سمعوه وهو بيهددها. هي كانت منهارة مش عارفة تعمل إيه، قليلة الحيلة، خايفة ومش عارفة تتصرف تعمل إيه. ما أخدت عليه أمر تقييدي وبرضه ده ما منعهوش. صاحبتها نصحتها قالت لها خدي ابنك واتنقلي وعيشي في كندا، اهربي. بس هي رفضت، قالت لا أنا مش عايزة أحرم أب من ابنه ولا ابن من أبوه. الأب ده اللي ارتكب جريمته قدام ابنه، كان كل ده اللي هو عمله في الأم كان ابنه قاعد وسامع وشايف، ابنه اللي عنده 4 سنين. أمها قالت لها النوعية دي من الناس مش هتبطل أذية ومفيش حاجة ممكن تمنعها، يعني ولا بلاغ ولا شرطة ولا أي حاجة. يوم الجريمة كان يوم 26 مايو 2023، يوم الجمعة، تاني يوم في أجازات الويك أند، فالناس بتسهر عشان تاني يوم تبقى أجازة. هي كانت عازمة صاحبتها عندها على العشاء. بعد ما قضوا وقت وتعشوا وشربوا صاحبتها مشت. راحت تاتيانا بعتت رسالة لداني قالت له أنا بحبك وهديك فرصة تانية، مستنياك. إيه؟ بعد اللي عمله معاكي ده كله وبتحبيه؟ هو ما كدبش خبر وراح لها، بس ما رحلهاش عشان هي بتحب ولا هو بيحبها، عينه على تحويشة عمرها، وده لأنه مديون لشوشته، عارف إن هي بتشيل تحويشة عمرها في علبة أحذية في البيت، فسهل
إن هو يروح ياخدهم، وده اللي حصل. وصل العمارة كانت الساعة 10:35 بالليل. طبعا كل ده ظاهر في كاميرات المراقبة اللي موجودة في المبنى. تقريبا كده اللي حصل ليلتها، طلب منها إن هي تديله الفلوس، هي رفضت، اتعاركوا. صوتهم كان مسمع الجيران وجيران الجيران. الجارة اللي كانت ساكنة جنبيهم على طول قالت أنا سمعت صوتهم وهم بيصرخوا على بعض، والست قالت له اخرج، وهو كمل يشتمها، وسمعت حاجات بتتحدف وحاجات بتتكسر. وجوزها قال سمعت حاجة كأن واحد بيلكم الحيطة، بيضرب بوكس في الحيطة. لما سألوه بعد كده لما انت سمعت كل ده ما اتصلتش تبلغ ليه؟ قال لهم انا فعلا فكرت في كده، بس هما سكتوا، فانا قلت خلاص العركة اتفضت. يعني هو قاعد يسمع كل ده لغاية ما هي اتقتلت، وبعد كده قالك هي سكتوا، ما فكرش ان هي اتقتلت. بعد كل اللي هما سامعينه ده ما جاش في باله ان هي اتقتلت. معرفش عقله فين الجار ده اللي فكر ان العركة انفضت وكل شيء تمام. لما دخلوا الشقة لقوا كل حاجة مقلوبة. شاشة التلفزيون شكله كده شال الشاشة وكسرها عليها، لأن الشاشة كانت متكسرة. في رقبة إزازة مكسورة في المطبخ، الإزاز متنطور في كل حتة في أرضية الشقة. واضح من منظر الشقة إن هي بتحاول تنفد منه، وإن هو كان بيجري وراها، وإنها دخلت الأوضة وقفلت عليها في الوقت اللي قدرت تتصل بيه بالطوارئ. كل ده حصل في ساعة، من ساعة ما دخل من العمارة الساعة 10:35 لغاية ما خرج منها الساعة 11:36. يعني ساعة ارتكب جريمته وتعاركوا، وسمعوا الجيران كل ده في ساعة، وما فكروش يتصلوا بالشرطة. في الوقت اللي اتصلت بالطوارئ وبلغت على إن حبيبها موجود، هو دخل عليها وهي بتتكلم. في اللحظة اللي كانت هتقول لهم على رقم الشقة، خطف منها التليفون وطلع في البلكونة ورماه. وده برضو ظاهر في كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى. والتليفون اختفى ملوش أي أثر. وبعد كده ظهر في كاميرات المراقبة الموجودة داخل المبنى وهو بيجري، حاطط على إيده جاكيت، مداري حاجة في إيده. أكيد كانت الفلوس اللي جاء مخصوص عشانها، واللي هم اما فتشوا الشقة ما لقوش فلوسها. بصوا بقى ايه اللي حصل. البني آدم المجرم اللي ارتكب جريمته كل ده كان على مسمع ومرأة ابنه اللي عنده 4 سنين، اللي سابه موجود في الشقة مع أمه اللي ميتة. تخيلوا بقى ايه اللي حصل. ولد صغير لا حول لا ولا قوة مع جثة أمه. هو كان فاكرها انها نايمة، قعد ينادي عليها يزق فيها، هو قاعد لوحده في الشقة 20 ساعة لوحده. الشرطة طبعا جت بعد 3 ساعات، معرفتش الشقة ومشت، والأب أخد الفلوس وساب ابنه لوحده مع جثة أمه. والولا يا عيني قعد 20 ساعة لوحده معاه، قعد معاه لغاية ما رجع الأب تاني يوم. بص بقى عمل ايه. اتصل بالطوارئ، قال لهم أنا بحاول أتصل بحبيبتي السابقة بس هي مش بترد عليا، وأنا قلقان عليها، أنا هروح أطمن عليها. بص الفيلم. هو بقى فكر في فكرة إن هو هيخدع الشرطة. قال بقى أنا لو هربت حاسبت عليا التهمة، لكن لو رجعت أكني بزورها عادي وادعي إن أنا فوجئت إن هي ميتة هيصدقوا. تقريبا كده اما روح بقى وخلص جريمته وقعد هدى مع نفسه كده، قعد يتمرن على المسرحية اللي هيعملها تاني يوم. تاني يوم راح البيت، الجيران سمعوه وهو بيجري في الممر وعمال يخبط على الشقق وعمال يصرخ منهار، بيقول لهم ايه الحقوني ساعدوني، ايه اللي حصل، انا لقيت تاتيانا ميتة. وراح متصل بالطوارئ بلغهم ان لقى حبيبته السابقة ميتة، وان هي مش بتتنفس وفي دم طالع من مراخيرها. موظف الطوارئ وهو على الخط سمع وهو بيعمل لها انعاش رئوي، وحكى للشرطة لما جت إن هي اتصلت بيه وطلبت منه إن هو يجي، ولما جه اتخانقوا مع بعض وطردته. هو مشى
وسابها كانت عايشة. الشرطة لما وصلت المكان لقوه منهار قاعد في الأرض وبيعيط. كان مقنع لدرجة إن الضابط صدق إن هو منهار. قعد يهدي فيه، قاله اهدى وخد نفسك. كل ده كان متسجل على الكاميرات اللي هما بيبقوا لابسينها الضباط. I should have left her, but she's been depressed, man. She's been depressed. She fucking been so depressed. I should have left her. I should have left her alive. Right, have a seat, Danny. Have a seat. Try to catch your breath. All right. I can't believe she's done that to herself. How could you leave it walking? Oh my God. How late was I? I said it was a bit earlier. قال لهم ايه بقى عشان يحبك التمثيلية وهو منهار وبيبكي؟ ما كانش المفروض اسيبها لوحديها، انا ما كانش المفروض اسيبها لوحديها. انا كنت حاسس ان ده هيحصل، انا كنت حاسس. انا ازاي سبتها لوحديها؟ هي من فترة كان عندها اكتئاب، حتى في مرة قالت لي انها بتفكر انها تتخلص من حياتها، وان امبارح اكيد شربت كتير واخدت ادوية ممنوعة. ده اللي وصلها للحالة اللي هي وصلت لها، وقررت ان هي تتخلص من حياتها. الشرطة دخلت الشقة، شافوا التكسير والإزاز المتنطور في كل مكان، وشاشة التلفزيون المتكسرة، والإزازة المكسورة رقبتها في المطبخ. كل ده بيدل إن في مجزرة كانت موجودة. دي مش واحدة اتخلصت من حياتها، ده كان في طور موجود في الشقة. الشرطة رجعت تسجيل الكاميرات اللي موجودة داخل المبنى وخارج المبنى، وكمان سألوا الجيران وأصحابها وأهلها. الكل أجمعوا إن هو كان بيعنفها وإنها اشتكت منه، والأم قالت لهم على الفيديو اللي هي بعتته لها وآثار الخنق اللي كان موجود على رقبتها وتهديده الصريح لها بالقتل في المكالمة. وليلتها الجيران اللي سمعوا أصوات الكسر والخبط والشتيمة والخناق، كل ده أكد لهم إن دي جريمة قتل وإن هو المجرم. لكن كل دي أدلة ظرفية مش أدلة مادية، فلازم يكملوا تحرياتهم. كمان يستنوا تقرير الطب الشرعي عشان يوجهوله تهمة القتل. أنا مش فاهمة هيستنوا إيه ويتحروا على إيه؟ إذا كانت هي بنفسها الضحية اتصلت وبلغت إن هو هيقتلها، عايزين أكتر من كده إيه؟ ولأنهم مستنين تقرير الطب الشرعي وبقية التحريات ما يقدروش يوجهوله تهمة القتل، لكن خايفين إن هو يهرب. عشان كده قبضوا عليه بعديها بشهرين ب18 تهمة كلها عن العنف المنزلي، وكمان رفضوا إن هم يفرجوا عنه بكفالة. سابوه محبوس لغاية ما يكملوا بقية تحرياتهم ويجمعوا الأدلة اللي تدينه. سنتين عدت عليه وهو محبوس، وفي أكتوبر 2025 كانت أولى جلسات المحاكمة. تقرير الطب الشرعي قال إن هي ماتت بسبب نزيف حاد في المخ نتيجة خبطات على مخها، يا إما هي خبطها براسها في الأرض أو في الحيطة، أو مسك آلة وخبطها بيها على راسها. 3 خبطات في أماكن متفرقة من مخها سبب لها نزيف حاد أدى لوفاتها. كمان قالوا على الرغم من وجود مواد محظورة في جسمها، لكنها دي ما كانتش سبب وفاتها. سبب وفاتها نزيف حاد في المخ. وبالتقرير ده قطع على الدفاع إنهم ممكن يستغل حكاية المواد المحظورة. الأم جت من كندا وحضرت الجلسة وحكت لهم على الفيديو منظر بنتها والعلامات اللي كانت موجودة على رقبتها، وعلى التهديد الواضح لها بالقتل في المكالمة اللي عملها لما كانت بنتها عندها. أما صاحبتها قالت لهم الرسالة اللي بعتتها لها
ووصفت لها حالتها وإن هو حاول يخنقها لدرجة إن هي مش قادرة تبلع وتتنفس بالعافية. المحاكمة استمرت أسبوعين. بعد 4 أيام من التداول الكل أجمع إن هو مذنب. في المكالمة اللي هي عملتها للطوارئ كان فيه واضح صوت راجل وهي بتتخانق معاه، كان صوته واضح في المكالمة. في 19 ديسمبر 2025 صدر الحكم عليه بالسجن لمدة 24 سنة مع إمكانية الإفراج عنه بعد 18 سنة، حسبوا السنتين اللي اتسجن فيها لما كانوا مستنيين يكملوا بقية التحريات من يوم 28 أغسطس 2023. أما الشرطة اللي قصرت وبسببها حصلت الجريمة هيتم التحقيق ويشوفوا إيه اللي حصل بالظبط ومين اللي متسبب في الإهمال، بس مش معروف إيه اللي حصل بالظبط. إيه رأيكم في القضية اللي اتقهرتي؟ وأشوفكوا على خير في قضية جديدة. سلام.